جاهز؟ طب يلا بينا. دنيا بتجري أخبار في ثواني، صورة كاملة لكل المعاني، من فن المال لصحة وسياحة، ومع حكايات أمل هنعيش الراحة. 5 دقايق ميكس مصري. يا صباح ومساء الفل والياسمين على أحلى مكسوية. النهاردة يوم الأربع الموافق 27/5/2026. أهلا بيكم في حلقة جديدة وميكس جديد طازة من برنامجكم أخبار ميكس مصري، الكبسولة اللي بتجيب لكم خلاصة الأخبار لحد عندكم. وجايب لكم معايا تجميعة أخبار من كل حتة، اللي داير في التوك شو واللي قالب السوشيال ميديا، وطبعا لمحة عن الذهب والدولار وحالة الجو والشارع. ركزوا معايا بقى ويلا بينا نلم لفتنا. الميكس التلفزيوني، البيت الكبير بتاع التوك شو. تعالوا نبدأ برنامج يحدث في مصر مع شريف عامر. فكان التركيز على استعدادات الدولة لعيد الأضحى المبارك، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة أسعار السلع الغذائية واللحوم قبل العيد مع قرب موسم الحج. واقترحت الحلقة حلول ذكية ومريحة للمواطنين عشان زحمة سحب الفلوس من الماكينات. ونطير لقناة صدى البلد والبلدوزر أحمد موسى في عالم مسؤوليتي، واللي اتكلم بحماس شديد عن القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى، ووجه التحية للأجهزة التنفيذية. وفي برنامج حديث القاهرة كان النقاش طالع ومكثف حول توقيع وزارة البترول والثروة المعدنية لاتفاقية المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل مع شركة إسبانية للبحث عن الثروات المعدنية في مصر. وبالانتقال لشاشات المعارضة، برنامج الشارع المصري وبرنامج إيه الحكاية على قناة الشرق ركزوا في نقاشاتهم على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، واستعدادات الجاليات المصرية بالخارج لقضاء أجازة العيد، والترتيبات المرتبطة بالطيران والتحويلات. وفي نفس السياق ناقش برنامج المصري أفندي على قناة الشمس أهمية عودة شركة النصر للسيارات للمنافسة لإنتاج السيارات الملاكي محليا وتأثيرها على خفض الأسعار. ترند السوشيال ميديا، اكس وفيسبوك بيقولوا ايه؟ نيجي بقى للسكرولينج واللف في منصات التواصل الاجتماعي اكس وفيسبوك، ونشوف الوكالات العربية والعالمية منزلة ايه لحد الساعات الأولى من صباح النهاردة. الميكس المفيد، حل أزمة الاي تي ام. طبعا مع دخول المواسم والأعياد كلنا بنعاني من طوابير مكانات الاي تي ام اللي بتخلص فلوسها في ثواني. عشان كده السوشيال ميديا والمنصات الإخبارية مقلوبة بالحديث عن خدمة كاشاوي، اللي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع محطات الوقود الكبيرة والهايبر ماركتس. الخدمة دي ببساطة بتخليك تقدر تصرف كاش مباشرة من ماكينة الدفع الإلكتروني بي أو إس وإنت بتفول عربيتك أو بتشتري طلبات البيت ببطاقتك البنكية، ومن غير أي رسوم إضافية. حل عبقري هيرحم الناس من وقف الطوابير في الحر قبل العيد. في الفن، ترند السوشيال ميديا مقلوب حرفيا بعد ما رفعت طليقة الفنان بيوم 3 دعاوى قضائية جديدة أمام محكمة الأسرة للمطالقة بنفقة المتعة والعدة والمؤخر بعد ال4 قضايا السابقة الخاصة بمصاريف المدارس وأجر الحضانة. والمفاجأة إن المحكمة طلبت رسميا إجراء تحريات مكثفة للوقوف على حجم ثروة بيومي فؤاد الحقيقية وممتلكاته وأرصدته في البنوك عشان تحدد قيمة النفقة، وده بعد ما صرحت طليقته إنه ممتنع عن الدفع بحجة عدم قدرته المالية. وطبعا السوشيال ميديا شغالين كوميكس وتعليقات على ثروة جوكر السينما المصرية. في الحوادث، الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت في ضبط سائق سيارة نقل ثقيل تريلا بعد ما انتشر له فيديو على فيسبوك وتويتر وهو بيرقص أثناء القيادة ومسيب الدركسيون تماما. الفيديو أثار غضب كبير لأن التصرف ده عرض حياته وحياة المواطنين على الطريق للخطر، والداخلية جابته في ثواني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده عشان يكون عبرة. في السياسة، اليوم السابع يسلط الضوء على الحدث الفلكي المهيب الذي تشهده مكة المكرمة اليوم، حيث تتعامد الشمس مباشرة فوق الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر، وهو حدث استثنائي نادر يتزامن توقيته هذا العام قبل موسم الحج. ومن جانب آخر، حالة من الفخر الشديد على السوشيال ميديا بعد اختيار الطبيب المصري الدكتور محمد الإلفي رئيسا للكلية الملكية البريطانية لطب وجراحة العيون كأول مصري وعربي يتولى المنصب الرفيع ده في تاريخ الكلية العريقة. والدكتور صرح في حواره لوسائل الإعلام عن التحديات اللي واجهها لحد
لحد ما تم انتخابه من بين آلاف الجراحين في بريطانيا. فالاقتصاد، البنوك المصرية وموقع العربية نت بيعلنوا حالة الاستقرار والهدوء. الدولار سجل تراجعا طفيفا ومستقر في البنك الأهلي ومصر عند حوالي 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع قبل إجازة العيد. أما الذهب فشهد انخفاضا ملحوظا بقيمة 45 جنيه، وسجل عيار 21 الأكثر طلبا حوالي 6815 جنيه للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 54520 جنيه. أخبار الرياضة، السوشيال ميديا بتغلي بعد انضمام النجوم المحترفين محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر منتخب مصر استعدادا للمواجهات القادمة وتأمين بعثة المنتخب، وسط أنباء عن طلب اتحاد الكرة حضور 50,000 مشجع في ودية مصر وروسيا باستاد القاهرة. وقبل ما نقفل ميكس الأخبار بتاعنا لازم أقول لكم حالة الجو المتوقعة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعلن إن الطقس اليوم حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب في الملاحة البحرية، بينما يسود طقس معتدل ولطيف ليلاً. العظمى في القاهرة بتسجل حوالي 30 ل 31 درجة مئوية، يعني الجو ربيعي ومناسب للخروج بالليل. لحد هنا وخلصت كبسولة النهاردة.